السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بشهر الخير والبركة يا رب. أهلا بشهر القرآن، شهر الدعاء وشهر القلوب البيضاء. أهلا برمضان اللي بيجمعنا على الطاعة ويذكرنا أنه أجمل الأشياء تبدأ من الداخل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا الشهر راحة للقلوب وشفاء للصدور وتحقيق للأمنيات. رمضان كريم علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بخير. وبما إنه رمضان قرب علينا وحابين نجهز أكلات هيك تكون خفيفة وصحية لشهر الخير، اليوم رح شارك معكم 3 وصفات سلطات مميزة وكمان هيك سهلة وسريعة وبتناسب كل مائدة رمضانية. هالسلطات غنية بالخضار ومليئة بالألوان وطعمها لذيذ وكمان مفيدة للصحة بعد الصيام. أول وصفة معنا يا صبايا هي سلطة البطاطا مع الخضار. طريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة بكل بيت، ورح نبدأ فيها خطوة بخطوة حتى هيك تكون النتيجة لذيذة وكمان جاهزة للتقديم مباشرة. في البداية يا صباي أنا قشرت البطاطا، قطعتها على شكل مكعبات وقليتها لحتى هيك أخدت معي لون ذهبي. كمان يا صبايا هون أنا فرمت الخيار والبندورة والبقدونس. كمان هون بدي أضيف لها الثوم مع هيك الزبادي، وكمان عصرة ليمون والملح والكمون والبابريكا، وزينتها كمان هيك بالبقدونس. كمان يا صبايا أنا ضفت لها زيت الزيتون ودبس الرمان. كمان فيكم تضيفوا لها الجزر المبروش، الذرة المسلوقة، بيعطوها هيك طعم كتير طيب. كمان يا صبايا هاي الوصفات من السلطات كتير هيك مفيدة وممتازة للأطفال، لأن هيك بتخلي البطاطا تكون هيك مقرمشة ولونها ذهبي مع الخضار، مثل الطماطم الخيار، والأطفال بيلاحظوا الألوان هيك تكون منظرها كتير حلو ويجربوها بحماس بدون ما يحسوا إنه هيك بياكلوا خضار. يعني بهي الطريقة نقدر نخلي أولادنا يحبوا الخضار ويستمتعوا فيه بدون أي صراع مع الأكل. طبعا يا صبايا هاي الطريقة كتير حلوة لنعلم الأولاد عادات غذائية كتير صحية وكمان مرتبطة بالمتعة والطعم الطيب. وهيك يا صبايا كان عندي أول صنف من أصناف السلطات جاهز عندي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن منظره بيشهي. طبعا يا صبايا رح شارك معكم طريقة تحضير فتة الحمص بطريقة صحية. طبعا هون يا صبايا مثل ما انكم شايفين هيك قطعت الخبز، دهنته بزيت الزيتون ودخلته الفرن لحتى هيك أخذ لون هيك ذهبي عندي. طبعا هوني أنا ضفت فوق الحمص. طبعا يا صبايا أنا ما بستخدم الحمص المعلب، أنا بشتري الحمص هيك وبنقعه ليلة كاملة وهيك بضغطه بطنجرة الضغط مدة نص ساعة بيطلع عندي دايب ذوبان. طبعا هون يا صبايا مثل ما انكم شايفين نزلت الزبادي ونزلت فوقه الثوم وكمان هيك نزلت فوقه عصير نص ليمونة، كمان ضفتله الكمون والبابريكا، خفقته كتير منيح ونزلته فوق الحمص. زينته بالبقدونس المفروم وكمان هيك بالبندورة. طبعا يا صبايا أهم شي بفتة الحمص هي طشة السمنة فوقه. طبعا يا صبايا الحمص له فوائد كتيرة، هو غني بالبروتين النباتي لأنه الحمص يعتبر هيك مصدر ممتاز للبروتين وبيساعد الجسم على بناء العضلات والحفاظ على الطاقة. طبعا هو مناسب للجميع وحتى الناس اللي ما بياكلوا لحوم. كمان هو مصدر للألياف وكمان مفيد للقلب ويحافظ على مستوى السكر بالدم وغني بالفيتامينات والمعادن ويساعد على تقوية المناعة. هو كمان مفيد للأطفال، هو بروتين وألياف ومعادن بتساعد الأطفال على النمو بشكل صحي وتخليهم أكتر هيك نشاط وحيوية. هون يا صبايا مثل ما انكم شايفين هيك أنا زينت الفتة بالبقدونس المفروم وكمان بالبندورة، هيك بيعطوها شكل كتير حلو. مثل ما بيقولوا العين تاكل قبل الدم. وهوني بعد ما هيك جهزتها هيك سكبت فوق طشة السمنة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب العالمين ويحفظها من الزوال. وهيك كان الشكل النهائي لفتة الحمص وسلطة البطاطا. يا صبايا عندي النوع الثالث من السلطات اللي هي سلطة الباذنجان الصحية مع الخضار. طبعا يا صبايا هي السلطة غنية بالألوان وهيك خفيفة ومليانة فوائد للجسم، وكمان طريقة كتير رائعة نخلي الأطفال يحبوا الخضار بدون صراع مع الأكل.
طبعا يا صبايا عندي الباذنجان، أنا هيك بالسكين فتحت قلبه ودهنته بزيت الزيتون ودخلته الفرن مدة 10 دقائق لحتى استوت عندي. وهوني أنا بعد ما فتحت الباذنجان ضفت بقلب الملح وكمان دبس الرمان وزيت الزيتون، وضفت كمان الخيار المفروم ناعم، وكمان هيك البندورة، وكمان ضفت له رشة كمون وبابريكا. وما شاء الله تبارك الرحمن كانت كتير طيبة. كمان هيك أنا زينتها بالبقدونس المفروم. وبتمنى يا صبايا إنه هاي الوصفات تكون عجبتكم، وبتمنى إنه الفيديو يكون هيك خفيف وما ثقيل عليكم. إذا وصلتوا معي لهون بالفيديو بتمنى هيك ما تنسوني من اللايك وتعليق حلو مثلكم واشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل شي جديد. الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب العالمين ويحفظها من الزوال. ولهون يا صبايا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بترككم برعاية الله وحفظه، في أمان الله، مع السلامة.